قصة معاناتي مع تركيب الشعر هير باي هير. رحت للمكان الغلط يا جماعة. طبعا مش دول اللي في الصورة، دول اللي صلحولي العبكة اللي الكوافير الأولاني عملتهولي في شهر واحد، واحنا في شهر خمسة دلوقتي 2023. ركبت هير باي هير الكريستال الجميل اللي بيخلي شعري تقيل وكده عشان انا شعري خفيف. فاتبسطت بالموضوع وان يلا اجرب حاجة يعني لذيذة يعني. المهم ان انا بعد شهر ونص شهرين لقيت في لعبكة بتحصل جوه شعري، كل ما بيطول في لعبكة اكتر بتحصل، لانها كانت مركبه لي سطر وسايبه سطر، اللي سابته اتلعبك في السطر اللي كان متركب. فما ادراكم كان شعري عامل ازاي، فظيع. ما بعرفش اسرحه من الجذور كده اصلا، ما بعرفش اسرحه لان التركيبه نفسها كانت صعبه جدا. فمش عارفه يعني احط ايدي على راسي كده زي البني ادمين الطبيعيه يعني خالص. بجد إن اي واحده عايزه تعمل تركيب هير باي هير بلاش، انصحك بلاش. انا كنت بعاني، كنت بتألم من الساعه 4:30 لحد الساعه 11 في آلام في راسي. انا جايه مصدعه بشكل مش ممكن. قاعدين بيحاولوا يفكوا لي بقى، انا سبتهم الكوافير الاولانيين لان هو بيفك التركيبه اللزق. بيفكهولي بالبيبي ليس وده غلط. الكوافير التاني اللي بيصلح لي دلوقتي دوت قال لي غلط، ده بالبنز، بيتفك بالبنز وتتشال ومفيش اي لزق هيلزق في شعرك. لكن الاولاني ساب لي لزق وهو بيلزق لي بالبيبي او بيشيل لي بالبيبي ليس في تلزيق لسه ما زال. فانا هو المفروض شال لي الشعر ولسه ما زال في لزق في شعري كله كله، ده غير الكعبله اللي حصلت. فأنا كنت باعاني بجد، يعني ما أعرفش في حد حصل معاه كده والّا لأ، ولكن أنا أنصحكم إنه أنتم ما تعملوش الموضوع ده عن تجربة. في معاناة، أنا شِلت شعري خالص، شعري كله ضاع، طار بجد. كان صداع، كان ألم. وقبل ما تروحوا لحد لازم تشوفوا الصفحة بتاعتهم عاملين إزاي وبعد ما وتسأله. اتفك الأولاني داخل على الصف التاني بالمنظر ده. بس قررت اني اعمل ايه، بوم، هي دي كانت نهاية مأساتي. انا شلت شعري خالص خالص. وعن تجربة ما تعملوش كده يا بنات وتحطوا الهير باي هير او اي حاجة في شعركم، وانتوا حرين. السلام عليكم.